تقول لي اللي يخدم معاك يشبهولك. هذيك اكثر حاجه نفرح بها. اختيارك الاسم حبيبه هو فيه تأكيد على قيمة والدتك وعلى قيمة الشخص اللي أثر فيك. اليوم وقتاش حسيت اللي حبيبة هالمنتوج التونسي اللي هو عنده أصبح عنده صيت عالمي، وقتاش حسيت اللي حبيبة ولا عندها الصيت هذا الكل وأصبحت معناها وين تتحولي ينجموا العباد يحكيوا ولا يتصلوا بيك وسائل إعلام، جرايد، مواقع تواصل، وقتاش فينا مرحلة؟ خليني أحكي لك. أول حاجة علاقتي مع الإعلام، خاطر أنا مرة كنت نخدم يعني عندي شريكتي ورا الأورديناتور، ما نخرجش نقابل الناس، نخدم كان يعني مسكرة dans un écosystème مسكر. وحتى كي بديت نخدم في حبيبه وبديت نصور ويهبطوا تصاور والناس تشوف فيهم وتشوفوا في نوعيه تصاور مختلفه، وهوني نحيي ما عرفش بدون بإشهار ولا بدون إشهار جيب خود لو رياليزاتور غازي غزواني اللي ياسر عاوني في الديماراج وخل أعطاه قيمة كبيرة للمنتوج، خاطر صوروا دو مانيير تري بروفيسيونيل. كان وقتها هو بنزل كي بداو مغرومه معايا وسيتي اون بيل هيستوار دو كولابوراسيون. عطاها قيمه ظهرت للناس، لا تصويرهم مختلف، منتوجهم مختلف، ولا الاعلام يتصل بيا سبونتانيمون. ما عمري ما حاولت نعرف حبيبه، قعدت نخدم ونهبط في تصاوري ونخدم في السبوت نتاعي. كل ما يستدعاني الاعلام يا ربي انا مش مستانسه، انا ما نتكلمش قدام ميكرو، ما نقفش قدام كاميرا، لا 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 فك عليا. كنت نرفض شويه حشمه وشويه نقول مازلت ما عملتش الخطوات اللي لازمني نتكلم عليها. خذيت مده قبل ما نخرج للاعلام، ومن بعد وليت كي فهمت اللي لازمني نقبل نمشي كي لي زيميسيون اللي ما تسمعوش برشا 8 متاع الصباح نهار السبت 10 متاع الصباح، اللي حتى كي يراو الناس اللي يعرفوني وانا كان عندي رهبه ولا مش نحشم ولا حاجه مش يظهر لحد ما تعودت. ما عادش وليت ندخل البلاتو نحط طول الكاسك، لا ورقه لا ستيل ولا زي يعني وليت الخبره والاكسبيريونس واللي عشته في حبيبه. برشا حكايات ما عادش لو مش نقول ولا نبدا خايفه باش نقول. جو سوي فينالمون جي ديسيدي ديتر اوثنتيك ديتر فري كيما نحكي قدام الميكرو كيما ورا الميكرو بدون لغه خشبيه وما فماش صوره نحب نعطيها. هذيك هي انا نشبه لصورتي ونشبه المنتوجي ونشبه ليكيب نتاعي والشركه نتاعي، كلنا نفس الصوره متكامله قدام الكاميرا ورا الكاميرا بنفس الاوثنتيسيتي، فهمت، وبنفس التعامل مع الحكايه كلها اللي نحكيو فيها. يعني اليوم هالاهتمام اللي جاء بعد ما باش نرجع لك لسؤالك. اول مره ندخل مصر جيت لهيش قبل مستدعية للعشاء، أنا قعدت وكان فما ناس توانسة مضيفين وفما ناس مصريين. أنا قعدت وقالوا مرا واحد يقدم فيا، قال هذه سيدة أعمال تونسية عندها الماركة حبيبة جولري وجات باش تعرف بها في مصر. قام الراجل قال لي طبعا حبيبة جولري، كل هدايا لأمي من عندك وكل هدايا لمراتي من عندك. قلت سيتان بون سيني هذايا. طلع رجل أعمال يهبط في نفس الأوتيل اللي أنا فيه المحل متاعي، وكل مرة لازم يروح بهدية. يقول لي قال الكفخي كادو متاعك يسرح له والمجوهراتك ياسر تعجب أمي، وليت كل ما نهبط لازم نتعدى باش نشري لها. قلت إكا هاو سي بون سي ان بون سي يعني ان سيني دو جو هذا لازمني نكمل هكا. إنه وصلت ما نعرفش العباد والعباد تعرف لا مارك وخاصة خارج تونس. هذاك المرة الثانية اللي فهمت اللي بدأت تعمل في طبعها داخلة مهرجان القلعة، داخله باش نتفرج في سهريه نتاع عمر خيرت، وتلفت نلقى مغنيه تصويره مغنيه ولابسه واحده برودوي حبيبه الخمسه نتاعنا المعروفه، واحنا مزروبين والناس معايا يقولوا لي هيا سونيا. ليه استنى، كنت مستنى حتى نشوف الصوره. فرحت على خاطر ما كنتش متوقعه لا باش نشوف مغنيه اترانجير في بلاد اخرى في مهرجان ماهوش مهرجان في تونس ولابسه لو برودوي نتاعنا. الحق فرحت وقفت وقتها. يمكن لحظة عرفتك ديك اللحظة اللي تقف قدام تصويرة والدنيا تسكت واحنا في مهرجان وانت تحس الدنيا ساكتة والناس تعيط لك وانت ما تنجمش تتحرك من قدام التصويرة هذيك. وكانت واحدة مغنية لينا شماميان، ومن بعد بعثت لها
التيمونياج. من وقتها توطت علاقه صداقه ما بيناتنا. قالت لي فرحانه اللي انا لبست، وعاود رجعت في كل مهرجان اختتام في القلعه تعاود تلبس من عندي، فهمت، وتحضر في السبيكتاكل تلبس من عندنا. اما الاحلى قلت لي ناس ما تعرفكش، بادية على صفحه بيضاء في بلاد غريبه في وسط مجتمع مش سهل، تلقى البرودوي نتاعك سبقك. وعلاش مصر؟ مصر بلد الاعلام، فماش ماركه ما تعيشش بالبرانديك وما تعيشش بالاعلام. حتى ماركه في الدنيا في العالم، واحنا كعالم عربي شكون بلد الاعلام الاول؟ مصر. لكن انا الحاجه اللي فرحت بها لقيت حبيبه وصلت لمصر قبلي، انا لقيت البرودوي موجود، الناس اللي تجي من مصر لتونس تشري منه تهدي منه. الفنانين اللي تعداوا على مصر لازم فما شكون اهدالهم من عند حبيبه. سبقني البرودوي وانا خلطت عليه، سبقني لساحل العاج وانا خلطت عليه. هذا باش نمشيو لساحل العاج، يعني الناس اللي يجيو من الجاليه يجيو هوني ولا يا توانسه ياخذوا من عندنا الهدايا ويهديوهم، يا الناس اللي يجيو ضياف لتونس ويهديو من عندنا. على خاطر الحق يعني احنا عاملين مجهود انها تكون هديه حلوه ومتنوعه وفي متناول البيدجي الكل، يعني اي عبد يدخل لازم يلقى هديه في المتناول نتاعو، في متناول اي بيدجي. وهذاك اللي كان يعمل لنا تيست، اما هو المارشي اللي باش نمشيو له. الساحل العاج كتجربه تاع فرانشيز، اي التجربه هذيك شنو ردود الفعل اللي ريتهم معناها من العاجيين؟ معناها اليوم السكان غادي العباد في زياراتك، اليوم مؤكد انت عملت حاجه اللي هي تتماشى مع اللباس مع العادات معناها تاع السكان، غادي بطبيعه الحال مع المحافظه على الطابع متاع حبيبه لوتونتيك. شو تنجم تقول لنا على تجربه ساحل العاج؟